الست اللي بتقلل من أهمية الأنوثة أصلا ده في حد ذاته لوحده بيفقدها أنوثتها في عين جوزها. يعني لو انت بتروحي لجوزك تقولي له أنا مش عارفة إيه الستات اللي بتروح للكوافير كل شوية، يعني إيه يعني أضيع فلوسي على الكوافير، إيه الكريمات اللي بيشتروها، ستات هايفة قوي. ده او دي مش هيافة. الست اللي مثلا تروح للكوافير من وقت للتاني، الست اللي تشتري كريمات، الست اللي تهتم بنفسها، دي مش هيافة ولا هي ست فاضية ولا هي ست هايفة. بالعكس ده اهتمام بالأنوثة. فلو انت شايفة ان ده هيافة وحاجة كلام فارغ واللي هو لا، انت كده بتنقلي لجوزك احساس ان حاجات الستات دي انا ما بحبهاش، فهو بتفقدي انوثتك في عينه لما تحسسيه ان ايه التفاهة دي، كوافير ايه وانا فاضية للهبل ده. فدي اول حاجه. تاني حاجه الصوت العالي يا جماعه. الست بتتكلم مع صوتها بصوت عالي بجعج، بيقول لك بتجعجع كده اللي هو ايه، انت لو مش سامعانا ايه انت بتقول ايه، مش عارفه بقول لك ايه طريقه الكلام نفسها. المفروض ان انا لما بتكلم مع جوزي غير لما بتكلم مع زميلي في الشغل، غير لما بتكلم مع مدير مع زميلتي. يعني كل واحد وله طريقه كلام وله اسلوب في الكلام. الراجل له في البيت له اسلوب ودلع وانوثه. فلو انت شغلك مع رجاله وغصب عنك اتعودتي على الطريقه دي، لازم اميز بين ان ده انا بتعامل مع جوزي ولا بتعامل مع زمايلي الرجاله في الشغل. ما ينفعش الاسلوب ده يبقى زي ده. طبعا بعد كده اسلوب الامر ده بيفقدك انوثتك وبيخليه يحس ان انت امه، يعني مش مراته، انت الام، اتحولتي لاسلوب ذكوري امومي. اللي هو حط ده، البس ده، خلي بالك، مش عارف ايه، لا انا اللي اقول، لا انا مش عارف ايه. طب هو هيحس ازاي برجولته؟ هيحس ازاي بانوثتك وضعفك؟ انت اللي بتاخدي القرارات، انا اللي هتصرف، انا اللي مش عارف ايه، كل شويه تأمري وتوجهي. فبيحس ان هو متجوز امه، ومفيش راجل طبيعي عنده رغبه تجاه امه، فبيفقد رغبته تجاهك ومش بيحس بانوثتك. طبعا التبلد المشاعر، في برضو ستات بيبقى عندها اللي هو لو جوزها عنده مشكله هي مش بتشاركه فيها، اصل انا اترفدت معلش خير ان شاء الله، اصل امي تعبانه الله يشفيها، اللي هو هي مش حاسه بيه. فده طبعا غير لما اطبطب وابقى حنينه، طب معلش، طب حقك عليا، طب ربنا يكرمك، طب انا جنبك. الطبطبه والحنيه دي انوثه. فالستات اللي هي مش حاسه بجوزها، اللي عندها تبلد في المشاعر، طبعا بتفقد انوثتها. واخر واهم حاجه العند يا جماعه، واللي هو الند بالند والراس براس، واللي هي عامله فيها سبع رجاله في بعض، وانا زي زيك ومش عارف ايه، ده انا ست 100 راجل. اه انت ست 100 راجل، دي حاجه حلوه وهتنفع في مواقف معينه، بس ما بقاش على طول حياتي انا ست 100 راجل ومش محتاجه لك. هو هيحس ازاي بانوثتك وضعفك؟ هو دايما عايزك محتاجه له، الضعيفه اللي بتساله، اللي بتجري عليه، اللي في مواقف ما بتعرفش تتصرف فيها، اللي بتحتمي بيه. لكن انا 100 راجل مش محتاجه لك وزي زيك وبجيب فلوس وبشتغل، انسي ان هو يشوفك انثى لو بتعملي التصرفات دي.